حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ سبق واتكلمنا عن كل اشكال الجسم بتفاصيلها، ودلوقتي هنكمل مع بعض تاني جزء في سلسله الستايلينج، واللي هتكمل رحلتنا في فهم الجسم والستايل علشان نعرف نختار اللي يليق علينا بجد. ولو لسه ما شفتيش سلسله اشكال الجسم ضروري ترجعي تشوفيها، لان الكورس كله مبني على بعضه وكل جزء بيكمل التاني. واللي عايزه اقوله لكم ان الكورس ده مش مجرد فيديوهات، ده دليل متكامل هيغطي لك كل حاجه ممكن تحتاجي تعرفيها عن جسمك ووشك واختيار الستايل والموديلات اللي تناسبك. المعلومات اللي هنا مش هتلاقيها بسهوله في كورس مجاني في اي مكان، لان انا مقدمها لك بمنهجيه واضحه وبسيطه وعمليه علشان فعلا توصلك لفهم نفسك وتقدري تكوني النسخه الاجمل منك، سواء انت كنتي بنت بتحب الموضه وعايزه تطور ستايلها، او محتاره في اختيار لبسك او مكياجك، او حتى مبتدئه ولسه مش عارفه تبداي منين. فالكورس ده معمول ليكي وهيكون دليلك خطوه بخطوه لفهم جسمك ووشك وتظهري جمالك بطريقتك الخاصة وبأسلوبك الفريد. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي تحددي شكل وشك بالطريقة الصح، وخطوة خطوة هنكتشف انهي موديلات وقصات نظارات لفات حجاب ياقات هتليق عليكي اكتر علشان تبرزي جمالك الطبيعي وتزيدي ثقتك بنفسك. ولان شكل وشك هو المفتاح لاختيار كل حاجة بتخص الجزء العلوي من جسمك، من قصات شعر للفات حجاب او اختيار النظارات الياقات والاكسسوارات حتى بعض اللمسات من المكياج. ولما تعرفي شكل وشك هتبقي بتوفري وقت وفلوس ومجهود، وهتبقي دايما واثقه ان اختياراتك بتليق عليكي. دي الاشكال الاساسيه للوش اللي هنتكلم عنها في السلسله دي، كل شكل منهم ليه ملامح مميزه وليه ستايلات بتناسبه وتبرزه اكتر من غيره. هنا الجدول ده هيساعدك تبصي بسرعه على صفات كل شكل، وهنمشي مع بعض دلوقتي خطوه بخطوه عشان تعرفي شكل وشك بدقه. في طريقتين لتحديد شكل الوش، طريقه سهلة بالنظر وواحدة أدق بالمقاسات. هنبدأ بالطريقة البسيطة بالنظر وبعدها ندخل على الطريقة اللي بالمقاسات. اللي بالنظر بنبص على الحدود العامة للوش، هل الطول أكبر، الجبهة أعرض، الفك بارز، أو يكون في نعومة في الزوايا. الطريقة دي بتكون سريعة، لكن لو محتاجة دقة أكتر فبنيجي بقى نستعمل طريقة اللي بالمقاسات، واللي هي إنك بتقيسي 4 حاجات أساسية: عرض الجبهة، عظمة الخد، الفك، وطول الوجه، وبعدين نقارن القيم دي مع بعض عشان نعرف انهي شكل اقرب ليكي. ودلوقتي يا بنات هنتكلم عن كل شكل وش بالتفصيل، هقول لكم ملامحه وهنطبق عليه بمثال عملي بالارقام علشان نعرف نوصل للشكل الصح بسهولة. اول شكل معانا هو الوجه البيضاوي، وهو بيكون الطول فيه اكبر من العرض شوية، يعني الجبهة والفك بيكونوا متقاربين والملامح فيه ناعمة ومفيش زوايا حادة. وعرضت لكم دلوقتي على الشاشة المقاسات التقريبية، فهنلاحظ منها ان الطول اكبر من العرض والقياسات الجانبية قريبة جدا من بعض، والوش بيكون فيه نعومة، وده يبقى شكل البيضاوي. والشكل التاني هو الوجه المستدير، وصفاته بتكون ان الطول تقريبا قد العرض، مفيش زوايا واضحة، والدقن بيكون ناعم ومستدير. كل المقاسات تقريبا اللي قدامنا متقاربة، والطول والعرض شبه بعض من غير زوايا واضحة. نروح بقى للوجه المربع، واللي بيكون الطول فيه تقريبا قد العرض، بس الفك واضح وعريض اكتر وفيه زوايا حادة خصوصا عند الفك. وهنا برضو الطول بيكون تقريبا قد العرض، لكن الزوايا واضحة والفك بيكون بارز. وفي شكل القلب الجبهة فيه بتكون اعرض من الفك، والوش بيبقى ضيق من تحت، والدقن بتكون حادة او مدببة. وبناء على المقاسات اللي قدامنا فهنلاقي ان الجبهة اوسع بفرق، والفك ضيق، والوش بيتدرج لتحت، فده بيدينا شكل القلب. والوش المستطيل بيكون اوقات شوية اقرب للوش البيضاوي، والفرق بينهم ان الزوايا عند الفك او الجبهة بتكون حادة اكتر، والطول بيبقى اطول بكتير من العرض. وهنلاحظ من المقاسات اللي قدامنا ان الطول هنا واضح انه اكبر من العرض بفرق ملحوظ، والزوايا مش ناعمة قوي. والوجه الماسي ده بيكون من اكتر الاشكال تميز، عظمة الخد فيه بتكون اعرض نقطة، والجبهة والفك بيكونوا اضيق، والدقن بتكون حادة. وهنلاقي من المثال اللي قدامنا ان عظمة الخد هي الاوسع، والباقي بيكون اصغر منها في المقاس او اضيق. واخر شكل معانا هو المثلث، وده بيكون عكس القلب، الفك هنا هو بيكون اعرض نقطة، والجبهة بتكون ضيقة، يعني الشكل بيكون معكوس، اعرض من تحت واضيق من فوق. ومن المقاس اللي قدامنا هنلاقي ان الفك اوسع من كل حاجة والجبهة اصغر. كمان لازم تعرفوا مش لازم شكل وشك يكون بينطبق 100% على شكل واحد بس من اللي قلناهم، في كتير بيكون وشهم مزيج بين الشكلين، يعني زي مثلا قلب وبيضاوي او مستطيل وبيضاوي او مربع ومستطيل. ده طبيعي جدا لاننا احنا كبشر مش منحوتين بالمسطرة،
المهم اننا نعرف انهي شكل اقرب ونختار على اساسه اللي يليق علينا اكتر. يعني مثلا ممكن تلاقي الطول اطول من العرض زي المستطيل، لكن ملامحك ناعمه ومفيش زوايا حاده، وهنا يبقى في نعومه من البيضاوي وطول من المستطيل، وده مثال بالمقاسات. وهتلاحظي هنا ان الطول واضح انه اطول بس مفيش زوايا قوية، فالشكل يعتبر مزيج بين المستطيل والبيضاوي. وهساعدك كمان في كل فيديو جاي نوضح لو الشكل ده بيتقاطع مع اشكال تانية وتختاري اللي يناسبك شخصيا. وبكده نكون شرحنا كل شكل وش وطبقنا عليه بأرقام توضيحية. دلوقتي تقدروا بكل سهولة تقيسوا وشكم وتعرفوا انهي شكل اقرب ليكم. وابتداء من الفيديو الجاي هناخد كل شكل لوحده ونقول ايه اللي يليق عليه من لفات الحجاب والنضارات والتسريحات والمكياج وكل تفصيلة صغيرة تبرز جمالك. وقبل ما نقفل الفيديو خليكوا دايما فاكرين مفيش شكل احلى من شكل. الجمال مش مقاس ومش لون ومش شكل معين، الجمال الحقيقي انك تكوني فخورة بنفسك وواعية بجمالك الطبيعي وتبرزيه باسلوبك الخاص. ولو عندكم اي سؤال او محتاجين اي مساعدة اكتبولي في الكومنتات وانا معاكم دايما. وما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم وسبسكرايب للقناة، واهم من كل ده شير علشان بنات كتير تستفيد وتعرف ان الجمال مش معادلة صعبة ابدا. باي باي يا مبدعين، واشوفكم على خير ان شاء الله، ونكمل حكايتنا في الفيديو الجاي.